العلماء بتوعنا راحوا فين؟ انا افتكر زمان كده كان عندنا الدكتور مصطفى محمود برنامج العلم والايمان، عبد الوهاب المسيري. طبعا انت مش عارف مين المؤلف عبد الوهاب المسيري، بس باختصار يعني هو مفكر وعالم اجتماع مصري ومؤلف موسوعه اليهود واليهوديه والصهيونيه. راجل يعني ليه محاضرات كتير جدا مهمه. احد المحاضرات اللي انا اتفرجت له عليها كان بيتكلم فيها يعني على ازاي ان انت تدمر مجتمع عن طريق ان انت تدمر الاسره نفسها، وان انت تعمل تفكك اسري، ده اللي هيؤدي للمجتمع ان هو يتدمر يعني. المهم عندنا برضو الشيخ الشعراوي خواطره في القران الكريم، طبعا يعني مع دول كلهم برضو الدكتور احمد زويل، لكن انا بتكلم هنا بالاخص على العلماء اللي كانوا بيقدموا لنا كونتنت على التلفزيون، حاجه كده اللي هو بنتفرج عليها وبنستفيد منها ونتعلم فيما يعني يقارن بالكونتنت التاني اللي هو مسلسلات بقى وافلام وماتشات كوره وكده. فالعلماء دول راحوا فين بقى؟ فين البرامج دي دلوقتي؟ والله يا معلم لو جيت تبص على العالم بتاعنا دلوقتي في الوقت الحالي 2024 هتلاقي اجابه السؤال ده بتتلخص في كذا حاجه، اهمهم ورقم واحد وهو الانترتينمنت او الترفيه. المحتوى الترفيهي والانترتينمنت لا يتفوق عليه اي محتوى تاني مهما كان. اي حاجه ما بتجيش بجنب الانترتينمنت في شيء من حيث الدخل والفلوس وكل حاجه.